السلام عليكم، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير وبألف خير. فلوق جديد، فيديو جديد في القناة تاعنا. رانا في احد الاحياء القديمة في الجزائر العاصمة اللي فيها تاريخ كبير، وهي الحي اللي خرج الله يبارك مجاهدين ومجاهدات اللي ضحوا في سبيل الوطن وفي تحرير هذه البلاد من المستعمر الخبيث الفرنسي. الله يرحم الشهداء وان شاء الله يكونوا من اهل الجنة. رانا في شارع القصبة امام البيت اللي استشهد فيه علي لابوينت، وكان مرافق مع المجاهده حسيبه بن بوعلي الله يرحمها، والبتي عمر الطفل الصغير اللي كان معاهم واللي هو ثاني مجاهد ربي يرحمه ويسع عليه. باش نزوروا هذا البيت هذا اللي كما قلت لكم اللي مات فيه المجاهد علي لابوينت، ربي يرحمهم ويحفظهم وان شاء الله يكونوا من اهل الجنه. يعني مات فيه علي لابوينت، حسيبه بن بوعلي، البتي عمر، ياسف عمر، عمر المسمى بعلي لابوينت، حسيبه بن بوعلي، وبو حميده محمد. يعني هادو المجاهدين اللي توفوا واستشهدوا في هذا البيت هذا. رايحين نزوروه ونشوفوا هذا المتحف وهذا المعلم التاريخي عن الناس اللي ضحات على الوطن. البيت اللي استشهد فيه علي لابوينت الله يرحمه ويسع عليه. هو ولا متحف، والناس تجي تزور هنا هذا البيت هذا اللي كان مخبي فيه هو وحسيبه بن بوعلي، بوحميده محمود، عمر المدعو، علي لابوينت وياسف عمر اللي استشهد. كان معاه على الاقل الطفل اللي كان في عمره 14 ميم 14 سنه، واحد 13 سنه. علي لابوينت كما المعلومات اللي عندي انه مات في عمره 27 سنه. حسيبه بن بوعلي كان في عمرها 19 سنه، وبوحميده محمود كان في عمره 18 سنه. يعني تخيلوا خاوتي، ضحايا التحرير والكفاح المسلح من أجل استقلال الجزائر يسقطوا يوم 1957 في شهر 10/08 في هذا المكان. العمر يعني كانوا في عمر الزهور، كانوا صغار 13 سنة، 19، 18 و27 سنة. الله يرحمهم ويوسع عليهم. عمر علي الملقب بعلي لابوينت، علاش لقبوه بهذا الاسم علي لابوينت؟ بيان سور ماشي على حي لابوينت الموجود في الجزائر العاصمة، سماوه علي لابوينت على واحد السور اللي كان موجود في المدينة اللي تربى فيها، وهي مدينة مليانة. علي لابوينت كي كان صغير كان إنسان تاع طوايش، وكان خفيف بزاف ويدو خفيفة، وكان دائما مبحوث مع الشرطة الفرنسية. كي يدير مشكل يهرب دائما من تم، الله يرحمه، ويصوتي على السور هذاك اللي واسمو لابوينت. وجا الجزائر العاصمة في عمره 12 سنة، وين كمل تربى وترعرع تما، وخدم مهنة ماسون، ودار الرياضة ديال الملاكمة، كان بوكسر وكان مولا درع وكان واعر وكان ماشي ساهل علي لابوينت. على جال هادشي تريكريتا من عند لو شيف اوتونوم تاع لا باطاي دالجي مارك الجزائري وياسف سعدي. وعلي لابوينت من ولا مجاهد فاد بزاف الجزائر، الله يرحمه ويسع عليه، كان اسد القصبه. الله يرحم الشهداء تاع الشهداء، ربي يرحمهم ويسع عليهم، ان شاء الله يكونوا من اهل الجنه. الله يبارك ما شاء الله. صورة علي لابوينت الحقيقية، أسد القصبة اللي جنن الاستعمار الفرنسي، خرجوا من عقله، ربي يرحمه ويسع عليه. حسيبة بن بوعلي الله يرحمها ويسع عليها، يعني صور المجاهدين والمجاهدات في هذا المتحف، الله يرحمهم ويسع عليهم.
ايبا فريمون كي تجي تزور يعني معلم تاريخي، يعني دار كيما هذه اللي استشهدوا فيها رموز من رموز الجزائر الله يرحمهم ويسع عليهم، وتعرف العمر اللي استشهدوا فيه بين 27 و14 13 سنه. يعني لبتي عمر كان طفل مسكين في عمره 13 سنه ورفض انه يخرج ويسلم روحه للسلطات الفرنسيه ويعني يستشهد في سبيل تحرير الجزائر. يعني فريمون الله يرحمهم ويسع عليهم، هو حقهم، ربي يرحمهم ان شاء الله يكونوا من اهل الجنه. يعني تحس واحد لا سونساسيون وانت هنايا واعره بالبزاف، ما نقدرش نوصفها لكم. هذاك الشعور كي تدخل بيت كيما هذا، ارواح تاعهم الطاهره ربي يرحمهم ويسع عليهم. هذا هو المخبأ، يعني الحيط اللي كانوا مخبيين موراه بتيت كاشيت. هذه كان واحد الحيط صغير كما كنا نشوفوه في الفيلم تاع معركة الجزائر في لاباطاي دالجي، ولكن هذا الحيط هذا كانوا مخبيين موراه. الله يرحمهم ويسع عليهم، ان شاء الله يكونوا من اهل الجنه. حنا الناس هادو استشهدوا من اجل تحرير الجزائر، ربحوا الجنه. هذاك هو الشيء الكبير، لانك تربح في الدنيا انك تربح الجنه، ومن اصعب حاجه انك تربح الجنه، والحمد لله يعني ربحوا الجنه وراهم شهداء. الله يرحمهم ويسع عليهم. يعني تشوف انه علي لابوينت الله يرحمه العمر تاعو كان 27 سنه، حسيبه بن بوعلي كان في عمرها 19 سنه، لبتي عمر كان في عمره 14 سنه يعني الطفل، والمجاهد الاخر بو حميدي محمود ربي يرحمه كان 18 سنه 18 سنه، يعني صغار في العمر. ربي يرحمهم ويسع عليهم، ان شاء الله يكونوا في اهل الجنه. هذا هو يعني الحيط اللي كانوا مخبيين موراه، المخبأ هذاك لاكاشات اللي عاودوه هنا وخدموه في المتحف هذا. يعني هذا المنزل ولا متحف، وكاع الناس يجوا يزوروه من كل بقاع الوطن، وحتى يعني اجانب يجوا يزوروا الدار هذه لمعلم تاريخي. وهذا يعني الله يرحمهم، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم، راهم حيين عند ربي، راهم في الجنه يتنعموا بها، لانهم سفراو وسمحوا في عده اشياء كانوا قادرين يعيشوا بالك في الدنيا، ورفضوا انهم يعيشوا تحت الدل وتحت يعني الاستعمار الفرنسي، وخيروا انهم يستشهدوا من اجل هذا الوطن. قد ما نديروا في حياتنا ما نلحقوش قرام واش داروا هاد الناس وهاد الرجال وهاد النساء، الله يرحمهم. رانا مازال توجور في القصبة، بعد ما شفنا الدار تاع اللي ماتوا فيها رجال، اللي راجل واللي مرأة ربي يرحمهم، والناس اللي ماتوا نقول لهم واحد الكلمة، نقول لهم يسمحوا لنا، هذا ما كان، والفهم يفهم، نقول لهم سمحوا لنا. المهم توجور رانا في القصبة، رانا في واحد المنزل تاع واحد الأخ اللي ما شاء الله خونا ما شاء الله ربي يحفظه، وعندهم واحد لافيو روعه من مسطح تاع الدويره. هنا في القصبه يقولوا الدويره. خونا العزيز يا خويا بارك الله فيك، الله يحفظك. كان لينا شرف انه نتلاقى مع خونا عادل، ربي ينورك يا خويا، ربي يحفظك ان شاء الله. ومرحبا كامل بالناس داخل الوطن وخارج الوطن كذلك. وخونا راهو مرشد سياحي في القصبه، يعني دوك يعطوكم المعلومات ومنا، واللي يجي تلقاوها كيما الدار تاع لي لابوينت ياك قدام المنزل. نخليو لهم كاع النيميرو تليفون يتصلوا فينا، ماشي مشكل خويا، دوك نديروه في الديسكريبتيف يا با سوسي خويا. وهذا انسان طيب وما شاء الله، جينا لهنا الدويره تاعهم في هذا السطح وين هاد لافي، الله يبارك على البحر، ربي يبارك ما شاء الله. تشوف منا القصبه وربي يبارك. كش تزيد كلمه دوك برك قول واش تحب. كل ما خاوتنا نجوهم برك منا باش نحكموا لافيل تاع القصبه. فوالا كيما نعرفوا انه القصبه حي عريق، كيما نقولوا حنا كارتي بوبيلار، ناس القصبه كامل كرماء ويرحبوا بالسياح، ولا كيما نقولوا حنا لي توريست. ومرحبا بالجميع، ما تدوش على القصبه نضرا عيانا، باسكو القصبه وكاع عيتيك ولاد فاميليا.
فوالا. وكانت في القصبه كانت خاصه كانت هذيك النيه هي الصح. وهنا صارت في القصبه لو فيلم تاع البطاطاجي باسم معركه الجزائر. فوالا ومرحبا بكم في القصبه. الله يحفظك. والناس القصبه كرامه وبالنيه تربح كلش. بالنيه قال لك مو النيه حاجتهم قضيه. وانت راك وليد القصبه كما نقولوا من ابعد الجد، لانه ناس سيرتو كي قلت لي انا من ازفون. زايد في اصفون. من ازفون يعني ناس سفافنا. يعني شوفوا سفافنا معروفين انهم يعني ولاد القصبه هنايا. ناس اللي كانوا مشهورين انهم بحاره. كانوا بحاره سفافنا، وما شاء الله تحيه ناس ازفون وكاع الجزائريين في كاع التراب الجزائري. كما قال لكم مرحبا بكم على الحق. راني نحكي مع خويا محمد الله يبارك ما شاء الله. الحاجه اللي عجبتني دوكا كي كنت نحكي معاه قال لي هو مازال معاه هو ولد القصبه هنا مازال يقدر يصوتي من سطح لسطح. ماشي سهله. ماشي سهل. واحد ماشي وليد القصبه ما يصوتيش من سطح لسطح. وهادي كانوا المجاهدين الله يرحمهم ويسع عليهم كي كانت معركه الجزائر في الحرب كانوا يصوتيو من سطح من سطح والاستعمار يحكم الريح. لو كان ماشي كيما نقولوا حنا الحركه ما يجبدوش من على هاد لافي شابه على البحر خويا محمد. وكان ماشي الحركه ما يحكموهمش البياعين كيما نقولوا. الله غالب غدوه عند ربي من جميع حركه يخلص عليهم واش بيع خوه. قال لك من سطح لسطح مازال قادر هو يصوتي يعني ما تتنحاش من سطح لسطح. وكانوا تاني من بير يخرجوا في بير. من البير كيما نقولوا حنا كاين طريق واسعه كيما نقولوا حنا روقات يقدروا يهربوا منهم من البير. منا كيما حنا رانا امام مسجد سيدي محمد كيف نقدروا نخطوا حتى لمسجد كتشاوي. يقدر منا من مسجد كتشاوي صوتي من سطح لسطح. سي دوماج كاين شويه ديار اللي طاحوا يعني ما يقدرش يحبط حتى الجامع كتشاوي من سطح لسطح. بصح تقدر تحبط لو كان كاين ديار. يا ربي يبارك. كيما كانوا يهربوا لهم من بير البير. وهذه صافي بليزير خونا محمد الله يحفظك خويا العزيز الله ينورك ربي يحفظك. رانا داخل أقدم مسجد في حي القصابة، مسجد سيدي محمد الشريف اللي بني بسنة 1450. أحد من أقدم المساجد يعني فريمون مسجد صغير وبزاف شباب. ما يرفج عدد كبير من المصلين على كل حال، ولكن فيه غرف صغار دخلت تاعو شابة حاجة ما تبدلت فيه. كما قال لي خويا محمد اللي ما شاء الله عاونا اليوم هنايا، الزليج هذا من عهد العثماني لوطونوم ترك القرن. هاد الزليج هذا بيوت صغار سدا من هيك تحبط راسك باش تطلع، ومن بعد كي توقف تما تقدر توقف وتصلي الفوق. فيه بيوت صغار هادو حاجه ما تبدلت فيه، ما فيش رينوفاسيون ولا بيوت صغار ماشي حاجه يعني كلش مازال انونسيان من عهد لوطونوم ترك. ما تبدلت حاجه ما مسوها. بيوت صغار والناس تصلي. بون منا وقعد الامام والناس يتصلي ما حبيناش الاخر. كاين تاني بيت صغيره يعني مسجد الله يبارك ما شاء الله حاجه ما نبدلها فيه. قبه هادي زليج بيوت صغار مسجد الله يبارك هنا تاني وين يصليو الناس وين الامام. حبيناش ندخلو كاين الناس سمحونا خاوتي. والسدا هيديك اللي حكيت لكم عليها طلع لها في واحد الدروج هكذا صغار تحبط راسك ومن بعد توقف وتصلي عادي. الحطب هذا تاعو تاني حاجه ما تبدلت فيه
مسجد سيدي محمد شريف من أقدم المساجد في حي القصبة، الله يبارك ما شاء الله. والحاجة الثانية اللي جينا لها لهذا الشارع سيدي محمد الشريف، هذا الشارع هذا هو أنه المجاهد علي لابوينت الله يرحمه ويوسع عليه، هاي البلاصة اللي كان قاعد فيها، كان قاعد هنا يا ربي يرحمه ويوسع عليه. والمجاهد أصغر مجاهد في القصبة في هذاك الوقت اللي هو بتي عمر، الاسم تاعو ياسف عمار صغير، يعني المجاهد صغير لبتي عمر كما كانوا يلقبوه في هذاك الوقت، كان قاعد هنا قدامه واللي عطاله الرساله اللي كانوا يعطوها له المجاهدين. حاجه مليحه ثاني معلومات اللي عرفتها هنا مع ولاد القصبه هنا، هو انه في الدويرات كانوا يتخباو غير المجاهدين، يعني كما نقولوا الكبار، يعني اللي كانوا فريمون روشيرشي مع الاستعمار الفرنسي، كانوا يتخباو في دويرات هنا في القصبه، باسكو كان الاستعمار الفرنسي يحوس عليهم. والله يرحم كاع المجاهدين يتوفاو يا ربي. هذه البلاصه اللي ريح فيها علي لابوينت وريح فيها لو بتي عمر وعطالو البريه. كان بتي عمر يمد الرسائل، طفل صغير اللي كان يجوز بين لي باراج تاع الاستعمار الفرنسي. وهذه لازم يكون انسان شاطر هذاك الوقت، 13 سنه كان يدير الخدمه هذه، يعني فريمون لازم تكون شاطر وعندك الكوراج وتكون عندك الروح الوطنيه والشجاعه. الله يرحم الشهداء. وفي القصبه كاين هذا المحل تاع خونا عبد الرحمن يطيب لوريونطال الحلاوه التقليديه، اللهم بارك. دقت عنده كليت ذوقني بنه واعره بالبزاف فور. لوريونطال تاعو كاع 30 دينار، يعني ما شاء الله. البقلاوه ب 40 دينار وقلب اللوز ب 40 دينار وبنه انا دوكا بيت عليه ما شاء الله. حانوت اللي فريمون فيه بركه بنه وما شاء الله. الله يبارك عند خونا عبد الرحمن. هاوتنا العزاز، المهم كملوا الفيديو تاعنا هنا مع هاد الدار هذه تاريخيه اللي بدينا فيها لو فلوغ ونكملوا فيها مع خونا محمد، انسان من الناس القصبه، انسان مربي ناس ازفون ولاد البلاد. الله يبارك. معلم تاريخي خويا موح، فوالا معلم تاريخي. بصح ناس كيما هادو يكون يزدنا ربي 6000 سنه نعيشوا ما نلحقوش واش دار. هذه للناس، يعني للناس اللي دي فوا هكذا الوطنيه الوطنيه واش بلادك انت واش تمد لبلادك، ماشي واش بلادك تعطيك. ولازم الانسان يكون قدوه، باسكو فريمون ناس كيما هادو كي نبدا نشوف ناس يهضروا على الوطنيه، بصح كي نشوف هادو نسكتوا باسكو ما نقدروش نديروا واش داروا. كي ربي يزيدنا 6000 سنه فوق الارض، باسكو موح ولينا بزاف نشوفوا ان ناس تدعى بالوطنيه، ولكن هو ما يمدش العبره انه وطني، ما يمدش العبره، ولكن يتكلم بها، يتكلم. هادو ما تكلموش بزاف وداروا بزاف، الله يرحمهم ويوسع عليهم. حسيبه لو بتي عمر علي لابوينت بو حميدي محمود. خويا محمد الله يحفظك وينورك، الله يعطيك الخير ان شاء الله. مرحبا بكم ليكي. وكي تجوا القصبه او موح هنايا سي ان جيد توريستيك، انسان مربي وليد عائله، الله يبارك ما شاء الله. لا فامي سرير، الله يبارك خويا موح، الله يحفظك، ربي ينورك ملاقاه الخير، الله يحفظك خويا موح. خوتي العزاز ما نطولش عليكم ونقول لكم بروشينمون دي زوتر فيديو، ابونيو بارطاجيو ولايكيو ان شاء الله يعجبكم هذا الفلوق هذا من حي القصبه، والله يفارقنا بلاد نوب، والسلام عليكم.